هذا مذهل يا يامان، أنت قوي حقا. شكرا لك على مساعدتي. لا أدري ماذا علي أن أفعل لأرد إليك المعروف. سأرى ماذا لدي. لحظة. مهلا. شكرا لك، لا أريد شيئا. ولكن قل لي، من هؤلاء الأشخاص؟ إنهم جامعو النقاط. جامعو النقاط؟ نعم، إنهم يجبرون اللاعبين الضعفاء مثلي على الدخول في مباريات غير متكافئة ويسرقون نقاطهم. لقد تعرض عدد من أصدقائي لخسارة نقاطهم على أيديهم من قبل. إذن أمثالهم كثيرون هنا أيضا. هل قلت هنا؟ من أين قدمت يا يامان؟ أين منزلك؟ أين؟ هنا. يمكنك تسميتي رحالة. أنا يا صديقي أتنقل في أرجاء البلاد هنا وهناك، من مدينة إلى أخرى، باحثاً عن منافس جديد في أثناء ذلك. تنتقل وحيداً؟ أجل. هذا مثير. لا شك أنك التقيت لاعبين مهرة وخضت نزالات قوية في أثناء رحلتك، وهذا يفسر قوتك المذهلة. هل أستطيع أن أغدو قوياً مثلك؟ مثلي؟ نعم، من الطبيعي أن يكون لاعب البلابل قوياً. قوتي الدفاعية والهجومية ليست جيدة كما يجب. إذا ما حصلت على مثل قوتك فلن أخسر أبداً أمام أشخاص مثل جامعي النقاط. عليك بالقلب. القلب؟ أجل، القلب. إن اللعب مرتبط بالقلب. لم أفهم. يجب أن تنافس من أعماق قلبك. ماذا؟ من أعماق قلبي؟ لا علاقة للعبة البلابل بقوة الهجوم والدفاع، بل تعتمد على العلاقة التي يبنيها اللاعب مع بلبله. وعندما ينسجمان معاً، يشعر اللاعب بأن قوة من كل جهة تنصب في قلبه، فيغدو قلبه واسعاً ملتمعاً مثل نجوم السماء. واسعاً ملتمعاً مثل نجوم السماء. يامان، قل لي، هل ستطيل البقاء أو سترحل قريباً؟ هل يمكنك البقاء في هذه المدينة بعد الوقت؟ أنا سعيد. ما الذي تقولونه؟ ولذتم بالفرار أيها الجبناء؟ نحن آسفون، ولكنه كان قوياً جداً. لا أحد يستطيع أن يهزمه غيرك. أنت أجدر واحد بذلك. إلى هذه الدرجة؟ أمعقول ما يقولون؟ أهناك من هو بمثل هذه القوة؟ تلك هي الحقيقة. أمامكم خياران لا ثالث لهما، إما أن تقضوا على ذاك المدعو يمان، وإما أن تستعدوا لبطشه، والأفضل أن يتم ذلك في أقرب وقت. كنا نبحث عنك. هل يمكن أن نستعيرك قليلاً؟ يامان، ترى هل استيقظ؟ سأطلب إليه أن يدربني اليوم قليلاً. أين هو؟ هل يعقل أن يكون قد رحل إلى مدينة أخرى؟ ظننت أنني حصلت أخيراً على صديق. أنا واثق بأنه لم يبتعد كثيراً. سأبحث عنه في كل زاوية في المدينة.
يمان، أين أنت؟ قل وداعا قبل أن تذهب على الأقل. لم أنت هكذا؟ يمان! إنهم أيعقل؟ يمان، سببت لنا مشكلة كبيرة بالأمس، لذا سنرد إليك الصاع صاعين ونسأر لهزيمتنا. سنجعلك تذوق مرارة الهزيمة في معركة البلابل 100. لا بأس، مهما كان عدد اللاعبين فأنا موافق. جاء؟ النزال الحقيقي ليس باللسان. قل ما شئت، ولكنك ستندم على اللحظة التي عرفتنا بها. عندئذ سيكون الوقت متأخرا على الندم. حسنا، وليبدأ الاحتفال. هيا، 3 2 1. يمان! أطلقوا! يا إلهي! يصعب تحديد الجهة التي سيأتي منها البلبل، إذ أن عدد البلابل كبير جدا. هنا يكمن الرعب في نزال البلابل 100. أنت لا تدري من أين يأتيك الهجوم القادم، كما أنك محاط بعدد كبير من البلابل، وهذا يمنعك من الحركة. لا مكان لكلمة هروب في نزال البلابل 100. أرنا ما الذي تستطيع أن تفعله الآن. يمان! أرى أنك لا تزال غير قادر على الحركة. يمان! انسحب، المعركة غير متكافئة. اهرب يا يمان! ولد، اصمت وشاهد النزال فقط. ربيع، لست من النوع الذي يهرب. يمان! راقبني جيدا. قوة البلبل لا تكمن في الدفاع أو الهجوم يا ربيع، ماذا؟ وهي ليست في العدد أيضا. لننطلق. أعتمد عليك أيها الحصان المجنح. ما هذا؟ انطلاق! لا بأس به حقا. هذا مذهل. القلب، ربما هذا ما كان يعنيه بكلامه بالأمس. والآن هجوم العاصفة! القوة الحقيقية تكمن في قلب اللاعب. لا أصدق. يا أمي، هذا مؤلم. ألم أخبرك؟ ما يحدد نهاية أي نزال هو تلك القوة. القوة النابعة من قلب اللاعب. يمان! يمان، الحصان المجنح. بعد طول انتظار عثر بلبل الليث الضاري على خصم يليق به. ومن تكون أنت؟ أنا اسمي كمال. خصمك الجديد. تعلمت اليوم
إن نتيجة النزال متوقفة على قلب اللاعب. أنت معلم حقيقي يا يمان. لم يكن جامعو النقاط شيئا أمام يمان، ولكن قائدهم المدعو كمال يبدو مختلفا. ترى ما الذي سيجري في المعركة بين يمان وكمال؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة، وعنوانها مهارات الليث الضاري. إلى اللقاء.